ده امبارح الراجل ده رقم واحد. هو ده اللي انا قابلته هنا. لا، ده رئيسهم. بس هو عنده فكرة ان حد جه هنا وقابلنا. طبعا التاني مسؤول معاه. هو طبعا الموضوع ده كان مخطط ليه قبل الموضوع الاخير بتاع تونس، ولكن كان الجو العام ده اللي مظلله. فهو بالنسبة للرحلة الاخيرة للراجل اللي جه عندكم دي واضحة المعالم جدا، وما حدث فيها واضح، وهو مرره لأكتر من حد، وخاصة الناس اللي عند فؤاد وكده. وبعدين هم بيقولوا انتوا ناويين على ايه او ماذا ستفعلوا؟ بالنسبة لدلوقتي ولا اللي تم من شهر؟ لا، للاتنين. يعني هم الآن طبعا منزعجين ومتفاجئين من السيناريو اللي حاصل، وزي ما كان الناس كلها ما كانتش متوقعة هذا التسارع أو أن تكون البداية من هذه النقطة، وبالتالي هم استيعابهم للموضوع غير مكتمل. طب وحساباتهم؟ حساباتهم مرتبكة طبعا جدا، ومش قادرين يقولوا إيه الموضوع. هو كان في كلام بوضوح شديد جدا مني ومنه: انتوا ممكن تكونوا ضمن هذا النموذج. قلت لهم والله أنا أكلمك بشكل شخصي، احنا قلنا إن لنا 10 أمور أساسية نحن نريدها في هذه المرحلة. إذا تمت هذا سيجنب الناس كلها أي حاجة تحدث، ولكن إذا لم تتم نحن نتوقع أن في القريب العاجل وطبقا للظروف اللي شايفينها والسنوات الأخيرة وقراءة الأحداث أن الناس عندنا سيذهبوا إلى سيناريو كبير، وبالتالي نحن لن نكون صناعه، ولكن لن نبعد عن الناس، وهو أمر مش مستبعد لا عندنا ولا عند آخرين. وعندنا نحن نعلم توابعه ومدى جوهريته وأهمية المكان بالنسبة لكل الأطراف بما فيهم الجيران وداعميهم. وبالتالي كان السؤال طيب، وهل الناس هتستجيب؟ فقلت أنا قرأتي للموضوع إن هي قد لا تستجيب من نفسها، ولكن قد تستجيب لأسباب كثيرة أهمها العناد والتاريخ والمراهنة على استهلاك الوقت. ولكن إذا كان هناك تحرك من هنا أو هناك ربما تكون الاستجابة بشكل أسرع، وأن يكون الكلام مع الجميع ولا يكون هناك استثناء واحد زي ما يحاول البعض أن يلتف هنا أو هناك، وخاصة إن إحنا الوحيدين الذين نمثل القوى الأكبر وتحرك عموم الناس. وقلت له بشكل واضح انتوا عندكم استعداد، مكان الطرف الأقوى منكم هو اللي انتوا بتشتغلوا بعديه غير موافق أو غير مرحب لهذه الخطوات أو غير مستوعب أن يكون لكم الكلام وحدكم، والعكس. يعني إذا كان هو يريد ذلك هل أنتم معاه في نفس الموضوع ولا أنتوا لازم تقعدوا مع بعض الأول وتتكلموا بشكل متزامن؟ فقال لي أنا لا أحسب إن حد هيتحرك لوحده، وإن إحنا لابد أن يكون هناك بيننا كلام في الأول، وإن الكلام هيكون مع 3 أساسيين، اللي عند محمود واللي عند فؤاد والناس اللي هم عند أيمن قديما، اللي هم ال3 الكبار، إن دول هم اللي هيكونوا محركين للموضوع، وهم الآن كله بيشوف وبيدرس. ال3 الكبار منهم ألمانيا ولا لا؟ طبعا، وهم دول اللي كانوا عند أيمن قديما. طيب كان في تمرير رسائل في اتجاهين هقولها لحضرتك تباعا، ولكن عموما هم عاوزين يفهموا الموضوع أكتر، وبالتالي بيدعوا الحاجة سريعة على الأسبوع الثاني على يوم 10 أو 11 اللي جاي مع نفس الناس، وعاوزين يجيبوا حد من عند أصحاب الحدث نفسه. هو طلب مني أرشح له من يكون موجود منهم، فقلت له أرد عليك خلال أسبوع لمدة يوم. فقلت له يوم، نص يوم، انت هتقعد تسمع الكلمتين اللي أنا قلتهم وآخرين، ويبقى انت استقرأت الأوضاع وتبقى سمعت الناس اللي عندك هذا الكلام. ولكن هذا ليس كلام عملي، أن الأوان أن ندخل التوصية الأخيرة اللي احنا طلعنا منها، وخاصة ان كل الكلام اللي قلناه خلال سنة بيتحقق الآن وبخطوات أسرع بكتير. فأنت بقى قيمة الوثائق اللي معاك إذا كنت الأحداث سبقته، وإذا كنت أنت ما فعلتش الكلام اللي اتقال وما تحركتش في اتجاه تؤمن بيه خطوات مستقبلية، قد تفعل ذلك وتكرره ثم تستبق الأحداث دائما ولا أحد يسمع لك. فأنت كان واضح من كلامكم في المرة الأخيرة أن أنتوا عاوزين تكونوا مواكبين وصانعين وكذا، وعندكم علاقات بالناس دي. لكن الآن اللي أنا بقوله أنه لو حصل وتكرر النموذج ولم يكن أحد من هؤلاء اللي أنت بتتكلم معهم في صدارة المشهد، فلن يكون أيضا لك علاقة به. فإذا من مصلحتك الآن أن أنت تكون بتاخد